السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ وياكم ياسين وجينا لكم فيديو جديد. قبل بداية فيديو اريد منكم تضغطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيهات عشان تشوفون كل فيديو جديد انا انزله. هذا المقطع راح اعلمكم شلون تصممون مجسمات 3D عبر الهاتف الاندرويد. ولكن قبل لا نبدي، احد الاصدقاء اريد منكم ان تتابعوه وفي قناتي في الانستغرام والفيسبوك، وسوف تجدون رابط قناتهم في الوصف أو بأول تعليق. وأيضا أحد الأصدقاء اسمه ياسين أحمد، أدعو لأبوه بالرحمة والمغفرة. والمهم سوف نبدأ. فبالبداية هذا اسم التطبيق الموجود في الشاشة، وكيف تستعملون سوف تشاهدون في هذا المقطع. فبالبداية في التطبيق نضغط على الزائد الموجود أمامكم، سوف يظهر لنا هذه الواجهة. لكي نضيف مكعب أو أي شيء في هذا المكان نضغط عليه ونضغط عن أي شكل نريده، مكعب أو أي شيء. مثلا سوف نختار مكعب، ولكي نحركه فقط نحركه في الأسهم هكذا. هذا يحرك في اليمين واليسار، وهذا الأمام، وهذا للفوق والتحت. وهنا نستطيع أن نعدل في المكعب أو في المجسم، هذا لكي يدور المجسم في الاتجاه، وهذا لتكبير المجسم، وهذا لتغيير اللون. نضغط على color ونضغط اللون الذي نريده. مثلا سوف نضغط على هذا اللون. إذا كنا نريد استنساخه فقد نضغط عليه في هذا الشكل هنا، ثم نضغط على copy الموجود هنا أمامكم وتم استنساخه. يمكننا أن نجعل شكل المبنى أو أي شيء نريده. لو كنا نريد أن نضيف أي مجسم آخر فلنضغط هنا. مثلا هذا الدائرة، نستطيع أن نصنع به مجسم وأشياء كثيرة عبر هذا التطبيق فقط بالهاتف. وإذا كنتم تريدون أي شيء أو أي سؤال اكتبوا لي في التعليقات. وبس، هذا شان المقطع. أتمنى يكون عجبكم. لا تنسون تضغطون لايك وتشتركون بالقناة. وبس، مع السلامة. وشباب، نسيت أقول لكم شيء أخير. لكي تحفظوا الماب نضغط إلى الثلاث شروط، ثم نضغط على ساب أو سيف المكتوب هنا، ثم نكتب اسم الماب أو أي شيء نريد مثلا، ونضغط على سيف. والآن إذا ضغطنا على هذا ثم نضغط على هوم، هذا هو المجسم أو الماب. لقد انحفظ ويمكننا رجعه وبكل بساطة. وبس، إلى اللقاء.